في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي الويب بيشتغل وشريط حياة الطلب من اوله لاخره بالتفصيل، فقلت لنفسي تمام بقى، انا كده عرفت اساسيات مسار الويب وبرمجة المواقع، ودلوقتي جاهز ابدا برمجة واكتب اكواد وابقى مبرمج ويب محترف. اتحمست، عملت كوباية الشاي وبعدها دخلت على النت ادور ابدا ازاي وبانهي لغة برمجة، وفجأة الاقي ان كل الناس والمهندسين بيقولوا ان الويب منقسم لنصين او تراكين، تراك اسمه الفرونت اند وتراك اسمه الباك اند، وكل واحد فيهم مليان تفاصيل كتيرة جدا. فقلت بس كده اتعشت، ده المجال كبير قوي ومش هعرف ادخله حتى قبل ما ابدا يا جدع، ده انا اتلخبطت من كمية اللغات والمسارات. احبطت كده شوية، لكن رجعت اقول لنفسي طيب خلينا نجرب ونفهم، يمكن الموضوع مش بالتعقيد ده. ولما بدأت افهم لقيت الآتي: الويب منقسم لتراكين اساسيين مهمين جدا، الفرونت اند والباك اند، والشخصين اللي بيشتغلوا في التراكين دول كل واحد فيهم مسؤول عن حاجة معينة في تكوين مواقع الويب. أولا الفرونت اند ديفلوبر، الشخص دوت بيعمل إيه؟ كل اللي حضرتك شايفه قدامك في الموقع من أشكال وألوان وخطوط وكتابة وعناصر مرئية وأزرار وكل حاجة بتتفاعل معاها في الموقع الإلكتروني، كل ده من شغل الفرونت اند. حتى اسمه لو ترجمته كده على جوجل هيطلع الواجهة الأمامية. سمعتك على فكرة اللي بتقول لي الفرونت يعني أمام والإند يعني نهاية، يعني معناها أمام النهاية. يا عم أنت عايز توديني في داهية ولا إيه؟ ما علينا من العك اللغوي اللي اتقال ده، نروح على الباك اند ديفلوبر. الشخص ده مسؤول عن كل حاجة بتحصل ورا الكواليس وحضرتك مش شايفها، يعني مش بتتفاعل معاه مباشرة زي الفرونت اند كده. زي ايه مثلا؟ بيعمل ايه؟ قاعدة البيانات، بالمناسبة هي مكان لحفظ جميع البيانات زي بيانات المستخدمين واسمك والايميل والباسورد، وكمان هو مسؤول عن تسجيل الدخول، وكمان حماية المواقع من الهجمات، وكمان البنية التحتية بالكامل للموقع، يعني هو مسؤول عن نظام الموقع كله. طيب الاتنين دول بقى بيتواصلوا ازاي؟ بيتواصلوا عن طريق حاجة اسمها ال API، وده اختصار ل Application Programming Interface. ممكن تشبهه بالكوبري أو طريق عبور البيانات بين التراكين، وده فيه تفاصيل أعمق بكتير ولازم يكون ليه ليلة لوحده ندردش فيها في فيديو جاي بإذن الله. طيب لو في واحد كده بقى تنين جامد جدا وتعلم التراكين مع بعض، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه فول ستاك ديفلوبر، وده بقى الوحش اللي بيبني التطبيق من اوله لاخره وبيقدم لك الموقع كامل بكل تفصيلة مملة فيه. تمام، انا كده فهمت كل تراك او مسار وكل شخص منهم مسؤول عن ايه بالظبط. طيب اتعلم ايه بقى في كل تراك؟ وده بقى هو موضوع الفيديو الجاي، استنوني وابهركم بيه. تفتكر بقى يا سيدي الموضوع لسه بنفس التعقيد؟ يا باشا انا قلت لك من البداية، شعار قناتي بإذن الله كل شيء بسيط وكل شيء ممكن. ولو عندك اي استفسار الكومنتات تحت يا بطل وبرد على كله، بس استنى قبل ما تمشي، مش هتمس عليا كده بواحدة لايك، واحدة شير، واحدة سبسكرايب؟ عيب والله يا جدع، ده احنا اخوات برضه. كان معاكم محمود ناجي، سلام.